إذا كنتم قلقون على مستقبلكم ومستقبل الشرق الأوسط فعليكم بالصمت، هي رسالة نتنياهو لحكام العرب المطبعين الذين صنعوا العار وأذلوا أنفسهم بمعاهدات سلام ليصبحوا مرتزقة بيد الكيان الصهيوني، ملتزمين بالوقوف ضد المقاومة الفلسطينية حفاظا على مصالحهم. الانتقاد بات جليا وواضحا ويحمل نوعا من التهديد ونوعا من الوعيد في حق الدول، خاصة التي لها تطبيع علني مع الكيان الصهيوني ولها علاقات ذاهبة إلى أبعد الحدود مع الكيان الصهيوني، وبالتالي ينبههم إلى مدى التناقضات التي وقعوا فيها. من جهة هم يطبعون ومن جهة هم يقومون بربما المناورة أو حتى التحالف لدعم المقاومة، وبالتالي الذهاب إلى ذلك أكثر أبعد من ذلك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. رسالة نتنياهو جاءت كأول رد بعد مخرجات قمة الرياض الطارئة لتبلور وتكشف حيثيات المعارضة الرباعية لأقوى مقترحات عملية عربية ضد الكيان الصهيوني في القمة الطارئة، ولترتسم ملامح الكولسة بداية من دعم هذه الدول لما يحدث من مجازر في غزة وصولا لما هو أسوأ. الورقة الأساسية التي يلعب عليها على وترها الكيان الصهيوني هي ورقة الفضائح السياسية، سيما أن ما ينتظر العرب خاصة أنظمة دول الطوق من زعزعة لاستقرار أنظمتهم، سيما أن هناك حديثا عن كشف أو فضح العديد من الملفات، خاصة منها ما تعلق بسياقات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتبيان نواياهم على حقيقتها فيما يتعلق ب أجندات وكذلك بنود التطبيع. الصمت وبأمر من نتنياهو صفعة على المكشوف تسجل وصمة عار أخرى للعرب المطبعين تكتب بدماء أبرياء اغتصبت حقوقهم أمام غرب يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعرب اكتفوا بالتنديد والاستنكار.